قول لي الحريم تنضب جواها، في حدا جاي يزورني. هيك كانوا القبضايات اهل نابلس من زمان. لما كان حدا يروح عند حدا كانت الحريم كلها تنضب وما كانش يبين ولا مرة. عشان هيك نابلس كانت كرامتها فوق كل شيء، فوق كل اعتبار. ونابلس كانت عزيزة برجالها، وكانت عزيزة بقصورها، وكانت عزيزة بقبضاياتها. وكان في بنابلس بشوات واخوات وبكوات كمان، وكان فيها قصور كثير مثل هذا القصر اللي عمالي بتجول فيه، واللي نهارت على الحريم كلها تنضب جوا. وعشان هيك بقول لكم هذا القصر من القصور الموجوده بمحافظه نابلس، او في نابلس جبل النار. شو اسم هذا القصر اللي عمالي بمشي فيه؟ ولا اقول لكم رح نعرف اخر رمضان شو اسم هذا القصر. يا الله يا الله يا حرمة، أنا رايح أجيب السراتية وتطرقوشها. الله معك ابن عمي. يا الله